عندما عاد أديسون الصغير إلى بيته، قال لأمه: هذه رسالة من إدارة المدرسة. غمرت بريق عينيها الدموع وهي تقرأ الرسالة، حيث قرأت له: ابنك عبقري، والمدرسة صغيرة عليه وعلى قدراته، عليك أن تعلميه بالبيت. ومرت السنوات، وتوفيت أم أديسون، والذي تحول إلى أكبر مخترع بالتاريخ البشري. وفي أحد الأيام، وهو يبحث في خزانة والدته، وجد رسالة كان نصها: ابنك غبي جدا، فمن صباح الغد لن ندخله المدرسة. بكى أديسون لساعات طويلة، وبعدها كتب في مذكرته: أديسون كان طفلا غبيا، ولكن بفضل والدته الرائعة تحول إلى عبقري. بعض الكلمات اللطيفة قد تغير حياة أناس كثيرين، لذلك لا تبخلوا بقول كلمة طيبة حتى وإن كانت مجاملة.